السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله هنكمل حل امتحانات كتاب المعاصر. وصلنا للمحافظة رقم 12 وهي محافظة كفر الشيخ. يلا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. إذا كان س بيساوي 2 أحد حلول المعادلة م س تربيع زائد 2 س زائد 8 بيساوي 0، فإن م تساوي كام؟ س بتساوي 2 أحد حلول المعادلة، يعني تحقق المعادلة، يعني أنا ممكن أشيل كل س في المعادلة وأحط مكانها 2. طيب، هيكون هنا م س تربيع، يعني السين هشيلها وأحط مكانها 2. 2 تربيع ب4، يبقى 4 م زائد 2 س، يعني 2 في 2 ب4 زائد 8، كل ده بيساوي 0. يبقى 4 م بيساوي 4 زائد 8 12، وديها بعكس الإشارة يبقى سالب 12. هقسم على الأربعة في الطرفين، 4 على 4 فيها الواحد، هتتبقى الميم، وسالب 12 على 4 فيها السالب 3، وده هيكون الاختيار ألف. السؤال الثاني: إذا كان ن س بيساوي س على س تربيع زائد 1، فإن مجال ن، المجال هو ح فرق أصفار المقام. طب المقام عندي ملوش أصفار، أي س تربيع زائد أي عدد، فبالتالي المقام ملوش أصفار، فالمجال هيكون ح. إذا كان س تربيع زائد ك س زائد 9 مقدار مربع كامل. دي مسألة من تانية إعدادي. عايز يعرف قيمة كاف. كاف دي موجودة في الحد الأوسط. طب أنا عندي قانون الحد الأوسط اللي هو كاف س بيساوي موجب أو سالب 2 جذر الحد الأول في الأخير. ده قانون للحد الأوسط واخدينه من تانية إعدادي. الحد الأوسط بيساوي الحد الأوسط اللي هو كاف س، هيساوي موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول في الأخير. جذر الحد الأول اللي هو س تربيع في جذر الحد الأخير اللي هو 9. طيب، موجب أو سالب 2 في الجذر التربيع لس تربيع س في الجذر التربيع للتسعة 3، يبقى هيساوي موجب أو سالب 2 في 3 ب6 س. السين موجودة عندي، السين موجودة، يبقى الكافة تطلع بكام؟ الكافة تطلع بموجب أو سالب 6. إذا كانت المجموعة 3 وسالب 3 هي مجموعة أصفار الدالة د، حيث د س بتساوي س تربيع زائد ك. طالما دي العناصر دي هي أصفار الدالة، يعني لما أعوض بيها في الدالة تساوي 0، فأنا هشيل السين وأعوض مكانها ب3. يبقى 3 تربيع ب9، 9 زائد ك، كل ده بيساوي 0. ودي 9 بعكس الإشارة، يبقى الكاف هتساوي سالب 9، وهيكون الاختيار ده. السؤال الخامس: إذا كان ن أس سالب 1 س بيساوي 3 ناقص س على 5 ناقص س، فإن المعكوس الجمعي للكسر الجبري ن س. لاحظ إن دي ن أس سالب 1 س، هجيب الأول ن س وبعد كده أجيب لها المعكوس. طيب، نكتبها تحت. ن س هتساوي، طيب ده المعكوس الضربي، فأنا عشان أجيب الدالة الأصلية هشقلب الكسر تاني، يبقى 5 ناقص س على 3 ناقص س. هو عايز بقى المعكوس الجمعي للدالة دي. المعكوس الجمعي لا إما أغير إشارة البسط بس، لا إما أغير إشارة المقام. لو غيرت إشارة البسط، يعني ضربت البسط ده في سالب، فالمسألة هتبقى س ناقص 5 على 3 ناقص س. الكلام ده موجود في الاختيارات، س ناقص 5 على 3 ناقص س مش موجود، يبقى أنا هغير إشارة المقام، يعني هضرب المقام هو في -1 ومش هضرب البسط. نعملها كده تاني، هسيب البسط زي ما هو 5 ناقص س، وهضرب المقام هو في -1. سالب في 3 يبقى سالب 3، وهجيب السين قدام، سالب في سالب بموجب، فتطلع س ناقص 3. يبقى 5 ناقص س على س ناقص 3. دي موجودة في الاختيارات، هلاقيها الاختيار د، 5 ناقص س على س ناقص 3. يبقى لما اجي اجيب المعكوس الجمعي لأي دالة كسر جبري، لا إما أضرب البسط بس في -1، لا إما أضرب المقام في -1، ما ينفعش أضرب فوق وتحت. السؤال السادس: إذا كان أ وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، وكان احتمال أ تقاطع ب ب2/10، واحتمال الألف ب6/10، فإن احتمال أ فرق ب. أ فرق ب ده بيساوي احتمال الألف ناقص احتمال التقاطع، أ تقاطع ب. كل ده هيساوي احتمال الألف ب6/10 ناقص احتمال التقاطع ب2/10. 6/10 ناقص 2/10 هيديني 4/10، ويكون الاختيار ألف. السؤال السابع: إذا كان س أس 3 في ص أس 3 بيساوي 8، فإن س تربيع في ص تربيع يساوي كام؟ أنا هشتغل على ده الأول. أنا أقدر أقول إن ده كله بيساوي س ص
كل أس كام؟ كل أس تلاتة، لأن أنا أقدر أوزع الأس، يبقى س أس تلاتة صاد أس تلاتة اللي هي موجودة عندي. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 8. هاخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى س صاد هيساوي الجذر التكعيبي للتمانية بيساوي 2. يبقى س في صاد بتساوي كام؟ س في صاد بتساوي 2. أدي أول حاجة. نيجي للمقدار اللي هو محتاجه. س تربيع في صاد تربيع، عايز يعرف هتساوي كام. طيب ممكن أعمل نفس الحركة هنا، يعني ده أصلا أخليها س في صاد كل أس 2، وبعد كده لو وزعت التربيع هيطلع س تربيع في صاد تربيع. طيب هي س في صاد أنا أصلا جايبها بكام؟ جايبها باتنين، يعني 2 أس كام؟ 2 أس 2 هتطلع ب4، وده هيكون الاختيار ج. إذا كان مجال ن حيث ن س بيساوي س ناقص 5 على 2 س ناقص ب هو ح فرق التلاتة. المجال ح فرق التلاتة، يعني التلاتة دي أصفار المقام، يعني لما أعوض بها في المقام ألاقي المقام يساوي صفر. عايز يعرف ب بكام؟ هنعوض عن السين بتلاتة ونساويها بالصفر، يبقى 2 س يعني 2 في 3 بستة، يعني 6 ناقص ب كل ده بيساوي صفر. ودي الب بعكس الإشارة أو الستة مش هتفرق، يبقى الب هتساوي كام؟ الب هتساوي 6. السؤال التاسع: إذا كانت المعادلتان ب س زائد 4 ص بيساوي 7 و3 س زائد أ ص بيساوي 21 لهما عدد لا نهائي من الحلول، عايز يعرف أ في ب هيساوي كام؟ عدد لا نهائي من الحلول يعني معامل السين على معامل السين هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد هيساوي الحد المطلق على الحد المطلق. تعال نطبق القاعدة اللي احنا بنتكلم عليها. معامل السين هنا ب ومعامل السين هنا 3، يبقى ب على التلاتة هيساوي معامل الصاد على معامل الصاد، يبقى 4 على أ، هيساوي الحد المطلق على الحد المطلق 7 على 21. هو عايز أ في ب، أنا أصلا لو عملت مقص هنا أ في ب يبدأ أ ب هيساوي 3 في 4 بكام؟ 3 في 4 ب 12. المجموعة التانية أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال العاشر: باستخدام القانون العام في ح اوجد مجموعة حل المعادلة س في س ناقص 5 بيساوي 7 مقربا الناتج لرقم عشري 1. أولا عشان أستخدم القانون العام، والقانون العام عندي س بتساوي سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. عشان استخدم القانون ده انا محتاج اجيب الالف والب والجيم، والالف هو معامل السين تربيع والب معامل السين والجيم هو الحد المطلق. طيب يبقى انا لازم اعدل في شكل المعادله اللي عندي عشان اخليها الصوره اللي انا متعود عليها. انا هضرب السين جوه مرتين، س في س بس تربيع ناقص 5 في س بخمسة س، واجيب السبعة دي بعكس الاشاره ناقص 7 كل ده بيساوي صفر. في الحالة دي أقدر أجيب الألف والب والجيم، يبقى الألف هتساوي معامل السين بواحد، والب الألف هو معامل السين تربيع عفوا، والب هو معامل السين بسالب 5، والجيم هو الحد المطلق بسالب 7. بعد كده أشتغل وأعوض في القانون العام، يبقى س هتساوي سالب 5 سالب في سالب بموجب يبقى 5 اللي هو سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ب تربيع سالب 5 تربيع ب25 ناقص 4 في أ اللي هو 1 في ج في سالب 7، كل ده على 2 أ يعني 2 في 1. ومنها السين هتساوي 5 موجب أو سالب الجذر التربيعي 4 في 1 ب4 في سالب 7 بسالب 28 سالب في سالب بموجب يبقى 25 زائد 28 أهي نكتبها لكم هنا 25 زائد سالب في سالب بموجب 4 في 1 ب4 و4 في 7 ب28. 25 زائد 28 هيديني 53، كل ده على 2 في 1 ب2. بعد كده الخطوة اللي احنا عارفينها بنقسمها مسألتين، واحدة بالموجب واحدة بالسالب، يبقى س هتساوي 5 زائد الجذر التربيعي ل53 على الاتنين، طبعا كلها على الاتنين، وهنا س هتساوي 5 ناقص الجذر التربيعي ل53 على الاتنين. بعد كده نفتح الآلة الحاسبة، هنكتب 5 زائد الجذر التربيعي 53 على الاتنين هتطلع ب6.1، قال لي طبعا مقربا الناتج لرقم عشري 1، يبقى س هتساوي 6.1. وهنا س هتساوي نخش على الآلة الحاسبة تاني ونجيب القيمة السالبة،
نكتب سالب، تطلع بكام؟ هتطلع بسالب 1.1. يبقى س هتساوي سالب 1.1 يبقى دي قيمة س التانية ودي قيمة س الأولى. ممكن نقول مجموعة الحل ونكتب قيم س 6.1 وسالب 1.1. إذا كان نون س بيساوي س تربيع ناقص 2 س على س تربيع ناقص 3 س زائد 2. هو عايز نون أس سالب 1 س، يعني عايز المعكوس الضربي للدالة في أبسط صورة موضحا المجال. طيب هنقول نون أس سالب 1 س هتساوي شقلب الكسر، يبقى المقام في البسط والبسط في المقام، يبقى س تربيع ناقص 3 س زائد 2 على س تربيع ناقص 2 س. بعد كده هنختصر، يبقى نون أس سالب 1 س هيساوي البسط عبارة عن مقدار ثلاثي تحليل، كام في كام يديني 2 مجموعهم 3، 2 في 1. فأنا هحلل البسط، السين تربيع تبقى س وس، الاتنين يبقى 2 في 1، إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الحد الأوسط يبقى سالب وسالب. في المقام هاخد السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 2. قبل ما اختصر نجيب المجال، يبقى المجال هيساوي ح فرق أصفار البسط وأصفار المقام، عشان مجال المعكوس الضربي هو ح فرق أصفار البسط والمقام مع بعض. في البسط هنا عندي الاتنين وعندي الواحد، وفي المقام عندي الصفر وعندي الاتنين، والاتنين مكتوبة. بعد كده هختصر، س ناقص 2 هتروح مع س ناقص 2، هيتبقى عندي نون أس سالب 1 س هتساوي في البسط اتبقى عندي س ناقص 1 وفي المقام س، ودي أبسط صورة لنون أس سالب 1 س. هو قال لي في المطلوب الثاني اوجد قيمة س إذا كان نون أس سالب 1 س بيساوي 3. أنا أصلا عندي نون أس سالب 1 س هتساوي اللي هي س ناقص 1 على السين. هو قال لي إن نون أس سالب 1 س دي بتساوي 3، يعني هساوي كل ده بالتلاتة، ودي مقامها 1، وأعمل مقص عشان أجيب قيمة إيه؟ عشان أجيب قيمة س. هعمل هنا مقص 1 في س ناقص 1 بس ناقص 1 هيساوي 3 في س ب3 س. هجمع السينات مع بعض والأرقام مع بعض، هجيب التلاتة س بعكس الإشارة يبقى س ناقص 3 س، كل ده بيساوي ودي السالب 1 بعكس الإشارة هيساوي 1. س ناقص 3 س يعني سالب 2 س بيساوي 1. هقسم على سالب 2 في الطرفين، سالب 2 على سالب 2 فيها الواحد، هيتبقى السين 1 على سالب 2 هي سالب 1 على الاتنين، يبقى قيمة س هتساوي سالب نص. سؤال 12. اوجد في ح فح مجموعة حل المعادلتين الآتيتين جبريا. دي معادلة من الدرجة الأولى ودي كمان معادلة من الدرجة الأولى، أقدر أحلهم مع بعض بطريقة الحذف. لازم أخلي معامل الصاد اللي هنا هو معامل الصاد مع اختلاف الإشارة. دي هنا 2 صاد، فأنا لازم أخلي دي سالب 2 صاد، فأنا هضرب المعادلة التانية كلها في سالب 2 وأكتب الناتج تحت. سالب 2 في 2 س بسالب 4 س ناقص 2 صاد بيساوي سالب 2 في 4 بسالب 8. بعد كده هجيب المعادلة الأولى أكتبها تحتها، نكتبهم تحت بعض، يبقى 3 س زائد 2 ص بيساوي 7. بعد كده أقول بالجمع، نجمع سالب 4 س زائد 3 س بسالب س اللي هو سالب 1 س، سالب 2 ص هتروح مع موجب 2 ص، كل ده هيساوي سالب 8 زائد 7 يديني سالب 1. السالب هيروح مع السالب يبقى س بتساوي كام؟ س بتساوي 1. هعوض في أي معادلة عن السين بتساوي 1 عشان أجيب قيمة الصاد. نعوض في المعادلة الأولى، 2 س يعني 2 في 1 ب2 زائد صاد بيساوي 4، ودي الاتنين بعكس الإشارة يبقى صاد هتساوي 4 ناقص 2، يبقى صاد هتساوي 2، وتكون مجموعة الحل مجموعة داخلها زوج مرتب 1 و2. سؤال 13. إذا كان ألف وب حدثين من فضاء عينة لتجربة عشوائية، حيث احتمال الألف ب5/10 واحتمال ب المكملة ب7/10 واحتمال أ اتحاد ب ب6/10، هو عايز أول حاجة احتمال الب واحدة واحدة، وبعد كده عايز احتمال التقاطع. احتمال الب أقدر أجيبه من احتمال الب المكملة، لأن احتمال الب بيساوي 1 ناقص احتمال ب المكملة، يعني هيساوي 1 ناقص 7/10، يبقى احتمال الب هيساوي 3/10.
دي أول حاجة. تاني حاجة هو عايز عندي احتمال التقاطع، احتمال ألف تقاطع ب. ألف تقاطع ب لقانون عبارة عن احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص احتمال الاتحاد ألف اتحاد الب. كل ده هيساوي احتمال الألف بكام؟ احتمال الألف ب5/10، يبقى 5/10 زائد احتمال الب أنا جايبها أصلا ب3/10 في المطلوب الأول، ناقص احتمال الاتحاد مش التقاطع ب6/10. 5/10 زائد 3/10 ده 8/10، 8/10 ناقص 6/10 هيديني 2/10، وده المطلوب التاني. سؤال 14: إذا كان نون واحد س بيساوي س تربيع على س تكعيب ناقص س تربيع، ونون 2 س بيساوي س تكعيب زائد س تربيع زائد س على س أس 4 ناقص س، هو عايز يثبت إن نون واحد بيساوي نون 2. هنعتبرهم مسألتين ونحل مع بعض. ناخد نون واحد س الأول، هيساوي س تربيع في البسط تنزل زي ما هي، مفيش تحليل مفيش عامل مشترك. في المقام هناخد السين تربيع عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 1. بعد كده أجيب المجال م واحد هيساوي فرق أصفار المقام، هنا س بتساوي 0 وهنا س لو كانت بتساوي 1. نختصر يبقى نون واحد س هتساوي س تربيع هتروح مع س تربيع، هيتبقى في البسط 1 وفي المقام س ناقص 1. نيجي للدالة التانية، نون 2 س هتساوي البسط عندي أقدر أخد السين عامل مشترك، باخد أقل أس عندي في المقدار، هيتبقى هنا س تربيع زائد س زائد 1، وتحت عندي هاخد السين عامل مشترك، هيتبقى هنا من س أس 4 لما أخد منها س أس 3 ناقص 1. لسه ما خلصناش، يبقى نون 2 س هتساوي، أولا أقدر إن أنا أحلل دي تحليل فرق بين مكعبين، قوس صغير وقوس كبير. البسط عندي هيتكتب زي ما هو س في س تربيع زائد س زائد 1، وتحت عندي س تفضل بره زي ما هي، وهنفتح قوس صغير وقوس كبير. الجذر التكعيبي لس أس 3 بس، واخد نفس الإشارة، والجذر التكعيبي لواحد 1. قوس الكبير هربع الحد الأول يبقى س تربيع، غير الإشارة اضرب الحد الأول في التاني، 1 في س بس، وبعد كده ربع الحد الأخير. بعد كده نجيب م 2، نجيب المجال فرق أصفار المقام، هنا لو كانت الس ب0 وهنا لو كانت الس ب1، والمقدار الأخير ده ملوش أصفار. بعد كده هختصر، السين هتروح مع السين والقوس الكبير هيروح مع القوس الكبير، هيتبقى عندي نون 2 س هتساوي، في البسط عندي ما تبقاش حاجة هكتب 1، وفي المقام اتبقى عندي س ناقص 1. طيب أنا ملاحظ إن م 1 بتساوي م 2، ونون 1 س بتساوي نون 2 س، يبقى نون 1 بتساوي نون 2. أكتب له بما أن م 1 بيساوي م 2 ونون 1 س بتساوي نون 2 س، إذا نون 1 بتساوي نون 2، وهو المطلوب إثباته. سؤال 15: اوجد في ح مجموعة حل المعادلتين س ناقص ص بيساوي 1 المعادلة الأولى، ومعادلة من الدرجة الأولى أصلا، وص تربيع بيساوي 13 ناقص س تربيع، ودي معادلة من الدرجة التانية. هحلها عن طريق التعويض. هثبت السين، أودي الصاد بعكس الإشارة، يبقى س هتساوي 1 زائد ص أو ص زائد 1، الاتنين صح. قبل ما أقعد في المعادلة التانية إن أنا أقول ص تربيع، أجيب السين تربيع بعكس الإشارة زائد س تربيع، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 13، وبعد كده هعوض. أقول له بالتعويض من 1 إلى 2، طبعا دي المعادلة رقم 1 ودي المعادلة رقم 2، وهعوض أشيل كل س وأكتب مكانها 1 زائد إيه ص، يبقى ص تربيع هتنزل زي ما هي، أدي ص تربيع زائد السين هشيلها وأكتب 1 زائد ص، كل تربيع بيساوي 13. نكمل، ص تربيع زائد، هفك التربيع ده الأول في نفسه بواحد، زائد التاني في نفسه يبقى بص تربيع، زائد اخد نفس الإشارة وبعد كده كله في بعضه، 1 في 2 ب2، 2 في ص ب2 ص، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 13. ص تربيع زائد ص تربيع ب2 ص تربيع، زائد
هرتب نجيب الاتنين صاد بعد كده، واجيب ال13 بعكس الاشارة بس هتيجي بالسالب. 1 - 13 هيديني -12. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. الناس اللي ما تعرفش احنا عملناها ازاي، انا جمعت صاد تربيع مع صاد تربيع ب2 صاد تربيع، وبعد كده جبت الصاد بقى الاول قبل الواحد، رتبت يبقى زائد 2 صاد بنفس الاشارة عشان هي موجبة. المفروض زائد 1 بيساوي 13، انا جبت ال13 بسالب 13 بعكس الاشارة. 1 - 13 هيديني -12. المقدار كله يقبل القسمة على الاتنين، نقسم على الاتنين عشان أبسط المقدار. 2 على 2 فيها الواحد هيتبقى صاد تربيع، زائد 2 على 2 فيها الواحد هيتبقى صاد، ناقص 12 على 2 فيها الستة، وصفر على أي حاجة فيها الصفر. بقى مقدار ثلاثي يقبل التحليل. حلل الصاد تربيع لصاد وصاد، والستة كام في كام يديني 6، الفرق بينهم واحد، 2 في 3. إشارة الحد الأخير سالب، العدد الكبير ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. نقسمهم مسألتين. صاد ناقص 2 بيساوي صفر ومنها صاد هتساوي 2، وصاد زائد 3 بيساوي صفر ومنها صاد هتساوي -3. بعد كده هعوض عشان أجيب قيمة السين. هقول له عند صاد بتساوي 2 يبقى س هتساوي كام؟ س هتساوي لما صاد هنا تبقى ب2، 1 زائد 2 يبقى س هتساوي 3. وعند صاد بتساوي -3 يبقى س هتساوي 1 - 3 يبقى س هتساوي -2. وتكون مجموعة الحل م ح. الزوج المرتب الأول 3 و2، والزوج المرتب الثاني -2 و-3. آخر مسألة، إذا كان ن س بيساوي س تربيع ناقص 3 س على س تربيع ناقص 9 ناقص 1 ناقص س على س تربيع زائد 2 س ناقص 3. اوجد ن س في أبسط صورة موضحا مجال ن. هنقول ن س هتساوي الدالة الأولى. في البسط عندي السين عامل مشترك، هيتبقى عندي س ناقص 3، وفي المقام عندي فرق بين مربعين. خلاص بعد كده المسائل يعتبر بقت أسهل ما يمكن. السين تربيع س وس، التسعة 3 في 3، واحدة موجب واحدة سالب، ناقص عندي هنا 1 - س. اتفقنا قبل كده في امتحانات كتير ان انا لو عندي 1 - س، 2 - س، 3 - س، اخد السالب عامل مشترك بره، فيتبقى عندي س ناقص 1. طيب سالب في سالب هيخلي لي المسألة دي كلها ايه؟ هيخلي لي المسألة دي كلها موجب، فدي هتبقى موجب. طيب وانتوا كده عارفين هي جت منين، فاحنا هنمسح بقى السالب اللي احنا كاتبينه ده. نكمل بقى. في المقام عندي ده مقدار ثلاثي، كام في كام يديني 3، الفرق بينهم 2، هلاقيها 3 في 1، و3 ناقص 1 يديني 2. فأنا أحلل السين تربيع تبقى س وس، التلاتة 3 في 1، إشارة الحد الأخير سالب، العدد الأكبر ياخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. بعد كده نجيب المجال قبل ما نختصر. فرق أصفار المقام. هنا لو كانت السين بسالب 3، وهنا لو كانت السين ب3، وهنا -3 وموجودة، وهنا لو كانت س ب1. بعد كده هختصر، يبقى ن س هتساوي س ناقص 3 تروح مع س ناقص 3، وس ناقص 1 هتروح مع س ناقص 1. لو ما كناش خدنا السالب واحد عامل مشترك فكنا هنيجي عند الخطوة دي وهنضطر ناخد عامل مشترك عشان اختصر البسط مع المقام. بعد كده هكتب اللي هيتبقى عندي. هنا اتبقى عندي السين، وفي المقام عندي اتبقى س زائد 3 زائد، هنا ما تبقاش حاجة فهكتب 1 على س زائد 3 هيساوي جمع دالتين والمقامات متشابهة، ناخد مقام واحد س زائد 3 وهجمع البسط يبقى س زائد 1. وبكده نكون خلصنا الامتحان. يا رب تكونوا استفدتوا معايا، ولو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة يعتبر ده الدعم الوحيد ليا. اعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي في رعاية الله.